مشاهدينا الكرام متتبعي قناة البلاد أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذا الموعد. حالة الطقس أجواء صافية تقريبا على أغلب ولايات الوطن سواء الشمالية والجنوبية، هذا بعد تلاشي الغيوم الجزئية المسجلة على المدن الساحلية للوطن، كذلك الجهة الجنوبية الغربية، بينما على الجهة الجنوبية الوسطى والشرقية كذلك أقصى الجنوب الأجواء فيها ستبقى صافية على العموم، ولكن درجات الحرارة كما قلنا في نشراتنا السابقة طيلة هذا الأسبوع نوعا ما ستبقى منخفضة، إضافة إلى نسبة الرطوبة التي ستعرف تراجع. بالنسبة لدرجات الحرارة خلال نهار اليوم ستعرف نوعا ما ارتفاع طفيف على الجهة الغربية للوطن سواء الجنوبية والشمالية، أين ستتراوح ما بين 23 حتى 27، أحيانا مع الظهيرة ستصل إلى 29 درجة على المدن الساحلية الغربية للوطن، ما بين 30 حتى 37، ما بين بشار حتى تندوف 40 درجة كأعلى مقياس بين وسط الصحراء، وصولا بأقصى الجنوب تتراوح ما بين 30 حتى 36 بمنطقة الواحات، وصولا بالهجر والتاسيلي. أما الجهة الشمالية للوطن كما قلنا على الغربية ستعرف ارتفاع طفيف، ولكن على الوسطى والشرقية لا تفوق فيها درجات الحرارة عن 26 درجة. خلال الأمسية إن شاء الله تقريبا نفس الأجواء، أجواء نوعا ما ستبقى ملبدة جزئيا ولكن ستبقى دائما بدون فعالية، ولكن هذا التحسن دائما مؤقت في انتظار قدوم اضطراب جوي آخر بداية من الأسبوع المقبل إن شاء الله. حالة الطقس على الجهة الشمالية كما قلنا ستبقى نوعا ما ملبدة جزئيا، تمتد نحو الجهة الجنوبية الغربية، بينما الصفاء سيعم تقريبا باقي الولايات الجنوبية الوسطى والشرقية الغربية أو أقول الجنوبية الغربية للوطن. بالنسبة لي درجات الحرارة ستبقى منخفضة على المرتفعات، أدنى مقياس يسجل ببتنا يقدر ب7 درجات، 23 كأعلى مقياس بأقصى الجنوب. بالنسبة لباقي الولايات الجنوبية يعني وسط الصحراء وتمتد نحو بشار تندوف كذلك ورقلة، وتمتد أيضا نحو منطقة الهجر والتسيلي. بالنسبة لشمال الصحراء الجلفة الغواط كذلك غردايا نوعا ما درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 16 إلى 22 درجة، أما المدن الساحلية والمدن الداخلية القرب من السواحل تتراوح ما بين 10 درجات إلى 13 درجة، نسبة الرطوبة كذلك لا تفوق 70%. حالة البحر بحر هادئ على طول الشريط الساحلي خاصة مع الظهيرة، إن سرعة الرياح فيه لا تفوق 20 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لاتجاه الرياح سيبقى نوعا ما في مختلف الاتجاهات، يعني جنوبي غربي إلى شمالي غربي على طول الشريط الساحلي. للملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية، نختمها دائما بالمعلومات الفلكية. بالنسبة للغروب سيكون على الساعة 6:11 بالجزائر العاصمة وضواحيها. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.